تاريخ العمل الجمعوي الأمازيغي بالمغرب ظهرت البوادر الأولى ديالو مباشرة بعد فترة الاستقلال. عمل كيتعتبر بمثابة عصب المجتمع واللي خاصو ينعش بعض مجالات الحياة كالثقافة والتعليم والفلاحة والسياحة. إلا أن كل الحراك الجمعوي اللي كان تشتغل بدون أجندة واضحة لأنشطة جمعوية وتوعوية من شأنها باش تخلق الوظيفة التواصلية والتفاعلية اللي غادي تجمع كل مكونات المجتمع المغربي. على المستوى الجمعيات المجتمع المدني ف 67 سنة 1967 كانت أول جمعية لامريك هي كانت البداية على المستوى الجمعوي في النضال الأمازيغي، حيث كانت هناك أرضية فكرية ثقافية على ضوءها تبنت الحركة الأمازيغية. جاءت القضية الأمازيغية في المغرب وطبعت المشهد السياسي والإعلامي والثقافي والحقوقي على مدى العقدين الأخيرين. انطلقت الحركة الأمازيغية من كون لغة، والهوية الأمازيغية هي اللغة الأم للمغاربة، واللي عرفت تهميش واضح على المستوى الإعلامي والتعليمي والإداري. وجاءت سياسة التعريب اللي تبنتها الدولة منذ الاستقلال، واللي كانت أحد الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى تهميش اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية. خاص من جمعيات المجتمع المدني أنه تنتقل من الدور ديال المرافعة إلى دور آخر ديال تصور تشريعات وتصور قوانين اللي غادي تفعل المسألة ديال التنزيل ديال الأمازيغية. وهذا الدور اللي المجتمع المدني خصوصا الجمعيات الأمازيغية اللي حنا تنشتغلوا فيها تنعرفوا أنه عندها فيها تجربة، وبالخصوص أنه احنا التحديات ديال القوانين التنظيمية الخاصة بتنزيل ديال مضامين الدستور، سواء ما يتعلق بمسألة ديال المجلس الوطني للغات والثقافات اللي خص المجتمع المدني اللي تشتغل في عقد الثقافة الأمازيغية يلعب فيه دور ديال أنه تحديد الاختصاصات ديال هذا المجلس هذا. في بداية الأمر تشكلت الحركة الأمازيغية من داخل المجتمع المدني، واللي ظهرت كحركة ثقافية أمازيغية كانت تتمثلها فئة طلابية تتنشط داخل الجامعات إلى جانب الحركة الجمعوية الأمازيغية والفعاليات الأمازيغية، واللي حملات مشعل التعريف بالقضية الأمازيغية وطنيا ودوليا.